قبل ما نبداو هذا لا فيديو حاب نقول لك باللي راني وليت ندير بثوث مباشره في منصه الكيك كل يوم على 8 بعد صلاه العشاء نديروا لايف ديال ليكيب سما اللي ما يلحقش ما عنديش واش نقول لك يعني. راح نخلي لكم الرابط تاع قناتي الكيك في الوصف ولا في التعليق الاول، تقدر تروح ليها ودير لي متابعه اذا حبيت يجيك اشعار باللي راني داير لايف. كما على بالكم القرايه كانت راح تبدا في 7 سبتمبر نورمالمون، ولكن يعني صرات تغيرات ودخلنا في 21. انا يا خوتي كنت مانيش محفف شعري وقلت باللي هذيك هي خلي حتى اليامات الاخرى ومن بعد نبدا نحفف ونستيكي ومن هذيك الامور. ولكن الحاجه اللي صرات انه كنت انا الصباح على 7 ما نضتش اصلا، كنت يعني ساهر وقلت باللي علاش ما نروحش نحفف ومن بعد نرجع نرقد ديريكت. اما للسبعة انا ما لقيت حتى حفاف فاتح، ما عدا واحد فريد، وهذاك الحفاف اصلا اللي فاتح وهو غير مسامي دارنا. قلت باللي هذا والله ما نزيد نروح ليه من قبل، يعني قلت انا من قبل باللي هذا انا حلفت عليه صاي هذا ما نروحش ليه باسكو ما يعرفش يحفف. وانا في بالي اصلا ناسي باللي هو هردني من قبل، دار لي ثقبه في راسي، ماشي ثقبه شغل هو ثقبني كيفاش ثقبني. المهم خوتي قلت لكم باللي السيد هردني، سما من ثم قلت ما نزيدش نحفف عنده. ولكن في هذه المره نسيت اصلا باللي هذا السيد ما يعرفش يحفف، قلت باللي عادي ممكن يحفف لي تحفيفه نورمال وعادي ونخرج. دخلت ليه ومنا وبعد تذكرت باللي هذا الحفاف ماشي انسان انت كاع ما يعرفش يحفف. بصح في راسي ثاني قلت مره واحده اخرى نورمال عادي اي تحفيفه يديرها نقبلها. جات دالتي وقعدت في الكرسي وقلت له حفف لي كذا كذا، وقلت له نقص لي من شعري باسكو كنت يعني رجل كهف كما قلت لكم. ونسيت ثاني ما ذكرت لكمش باللي انا انسان نحشم ما نقدرش زعما، مع انه هذا من حقي ولكن مانيش عارف علاه ما نشتيش هكا نهضر بزاف، نخلي نشوف النتيجه ومن بعد نهضر مانيش عارف علاه. انا كي قلت له نقص لي شعري ما قلتلوش باللي زعما نحو طول خليه غير شويه غير قيس ما يبان شعري، لا قلت له باللي نقص لي يعني خليه شويه طويل يبان باللي كاين شعر. اي السيد ملي هز الطوندوز من لوذن حكم لي شعري كومبلي ديريكت نحو وانا نشوفه ساكت مانيش عارف علاه. قلت باللي من الاخر ممكن تولي تحفيفه واحده اخرى والله السيد يدير سحر هكا يطول شعري وكي الحمار بقيت ساكت. والمشكل اصلا ما طولش معايا يعني واحد الخمس دقائق وصاي. رحت للدار باش نشوف زعما روحي في المرايه اكثر واكثر، لقيت باللي وليت مانغولي قسما بالله، غير وليت مانغولي خوتي. يعني ماشي نحلي شعري والتحفيفه مريقله، نحلي شعري والتحفيفه ماشي مريقله، لا هذا ولا هذاك شغل ما درنا والو صح نبان مانغولي. هيا كي وصلت انا للدار رحت نشوف روحي في المرايه والله يا خوتي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الحفاف. حسب يعني علاش برك انت ما تعرفش تحفف من البدايه وقول لي باللي انا ماشي حفافك كاع روح خرج من عندي. علاش تحبوا دراهم؟ علاش عابك وليت ما نبان لا يهودي لا مسيحي لا افريقي لا عربي، وليت نبان مانغولي ما مسلم ما نبانش لا استغفر الله والتفاك. يعني في اخر باين باللي تنحلي شعري باسكو لو كان خليته يضربوني بعين من كثر الجمال. ومن بعد اليومين اللي بعدهم الجمعه والسبت عقبت معك رقاد منا وبعدو رحت نقرا نورمال. نهار الحد والله ما روحتش، لا نهار الحد ما روحتش خوتي، رحت نهار الاثنين باش نروح نسجل. جبت واحد الورقه من عندهم هكا وتروح تكاشيها في البلديه ومن بعد تروح تصور روحك ومن بعد تروح ترجع ليهم ومن بعد تروح، المهم قصه طويله وعقبتها نورمال. وهنايا يجي البارت الحماسي، ماشي مانيش عارف اذا نقول لك حماسي والله ماشي حماسي ولكنه مليح في نفس الوقت. القسم نتاعي كوكب زومر ودا من الاخر قسمي كومبلي بنات. تخيلوا شحال كاين من طفل في القسم نتاعي. 10 لا 9 لا 7 لا 5 لا 3 دراري. القسم فيه 32 3 دراري والباقي كومبلي بنات. وعلى العموم قسم هاي نقيمو 9 من 10 باسكو كومبلي بنات. لو كان جاو الدراري هذوك زوج ما كانش نقيمو 10 من 10 ولكن للاسف راني نحرش خوتي خاطيني هذه سوالف. من ناحيه القسم انتيك بصح يعني من نواحي واحده اخرى ماشي كاع انتي. مثلا الاساتذه اللي طاحوا في قسمي اي قسم من ناحيه الاساتذه اقل ما يقال عليه يعني لاعين جدا، ما تلقاش راسك معاهم لا منا لا من هي. ما عنديش واش نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ما عندي ما نقول باسكو لو كان كش ما نقول يا اخو قادرين يشوفوا الفيديو راك تعرف يعني راكم فاهمين. سما اساتذه هايلين خوتي والله غير اصبر كاينه حاجه كاع ما ذكرتهاش خوتي. انا لغات اجنبيه وعندنا في الثانويه تاعنا ما كاش اختيار ما بين اللغات باسكو ما كاش لغات، كاين لغه واحده واللي هي الالمانيه. يعني ما كاش كيفاش انك تخير اصلا، يحطوك ديريكت لغات يعني المانيه اونجلي فرنسي، وهذه حاجه بزاف زبل باسكو الالمانيه صعيبه على الاونجلي وصعيبه على الفرنسي. والالمانيه ايش خاينش وايش فشكيش وما على باليش وايش لي دي باش نيشتو واحد صوالح خوتي والله ما على بالي وشنو في قديش هذه واقيلا سبه فيها نيش
نيش بزاف والخيشخي والله فيها صوالح ماني فاهمهم، يعني علاش مثال النيشت والايشت هذه علاش تدخلوا فيها في اللغه علاش؟ ولكن الحاجه اللي انتيك هي الاستاذه تاع الالمانيه، استاذه تاع الالمانيه بزاف انتيك. هذا ما كان اليوم الاول تاع القرايه تاعي هكا كي دخلت للقسم تلقى كومبلي بنات يخزروا فيك، يعني تخيل الموقف خاصك كي تفتح الباب وتدخل يا جدك 7000 واحد يخزر فيك وثاني كومبلي بنات. انا من الحشمه زعما لعبت هكا كاريزما وكاع، شفت البلاصه الاخيره ديريكت قعدت فيها باسكو ما كاش البلايص اصلا يعني من قدام، ومستحيل تقعد من قدام. تخيل باللي راك قاعد من قدام وتصد اللور، في هذيك اللحظه تلقى بزاف رؤوس تغزر فيك، وهذه الحاجه غير محبوبه ابدا. ثم كي تقعد من اللور خير باسكو راح تشوف كلش. ولكن الحاجه اللي صارت انه كي قعدت انايا قعدت مع واحد ما يشوفش من اللور، يعني ما يشوفش مليح، لازم يقعد من قدام. اللي صارت كي جات الحصه تاع العربيه قالت باللي اصبر انت راك ما تشوفش مليح باينه، وكانت تهضر على صاحبي طبعا قالت له ارواح اقعد من قدام. وين من قدام؟ ماشي على الجنب والله مسمي المكتب، لا في النص من قدام. اي وطبعا ما دامني قاعد معاه لازم نروح نقعد معاه من قدام، باسكو الاستاذه كي هضرت قالت هزوا الطاوله تاعكم وقعدوا من قدام. تسمى ما عنديش اصلا وين نقعد، ما كاش طاوله واحده اخرى يعني غير هذيك اللي هزيناها وقعدنا بها من قدام. وانا نحشم خوتي قاعد من قدام وكومبلي بنات، يدي مانيش عارف وين نحطهم، رجليا مانيش عارف كيفاش نحركهم، اي غلطه راح تعتبر فضيحه. هيا تلمو وانا حمار واش درت؟ الاستاذه قاعده تشرح وتهضر منا وحصه تعارف وما على باليش. كان عندي واحد هكا شيكولا تاع 500 هذيك اوبتيلا، دوك نحط لكم تصويره تاعها. هزيت واحده من جيبي وقعدت ناكل فيها نورمال شيكولا يا خو، تؤكل وليس تمتص، باسكو الشريط هذاك يجي شغل يمتص ولكن انا نجبدها وبعد ناكلها فاهم شغل تخمام باش ما نبانش باللي راني نمص في الشيكولا، ناكل في الشيكولا. هيا الاستاذه اصلا واش كانت دير؟ كانت تحذر فينا، قالت لنا ما ديروش هكا وما ديروش هكا وما ديروش هكا، كانت تحذر فينا باش كش ما نديرو راك تعرف تقطع لنا راسنا في التقويم ومنا. ويا ليتها نقصت لي في التقويم. الحاجه اللي دارتها قالت لي ومن اللباقه ومن الاتيكيت انك ما تمصش الشيكولا في وسط القسم. اي واحد الحرقه ديتها خوتي اقسم بالله وليت احمر يا جد. كيفاش كلمه تمص الشيكولا؟ هيا تخيل الموقف تاع قاعد من قدام هكا والاستاذه تقول لك راك تمص في الشيكولا. اي انا في لمح البصر خبيت الشيكولا في جيبي وسكت، قلت لا ما نزيدش نعاود. هذا ما كان يعني تخيلوا على جال اوبتيلا تاع 500 راحت الهيبه والكاريزما وراح التقويم وراح كلش. المهم ننصحكم باش ما تمصوش الشيكولا في القسم والله ما تاكلوهاش. وهذا ما كان على العموم يعني واش حاب نزيد نحكي لك يعني على الشيكولا حكينا، على الاساتذه حكينا، على التلاميذ حكينا، على واش نزيد قبل ما نكمل كاينه عفسه لازم نوضحها، واللي هي الحساب نتاعي القديم في الكيك راه دوكا شغل ما نقدرش ندير فيه بثوث باسكو صار لي فيه بروبليم، على بها فتحت حساب جديد باش ديروا لي فيه ابوني خوتي يا ليكيب. خليه لكم في الوصف والله في اول تعليق اللي حاب يدير ابوني ويتبعني انت، باسكو ما عنديش وين ندير بثوث مباشره، مرات برك ندير هنايا ولكن انا ندير غالبا في الكيك. المهم صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم واكثر من الاستغفار وما تنسوش بر الوالدين. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.